انت دلوقتي بتسمع بودكاست اعرف حقوقك القانونية برعاية مكتب الأستاذ أحمد طه للمحاماة والاستشارات القانونية. يا أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست أعرف حقوقك القانونية، الصوت اللي بيوصلكم من قلب مكتب الأستاذ أحمد طه للمحاماة والاستشارات القانونية. النهاردة حلقتنا مش مجرد معلومات، النهاردة حلقتنا نجاة لبيوت كتير. تخيلي تصحي من النوم تلاقي جرس الباب بيرن ومحضر واقف ماسك ورقة، والورقة دي مكتوب فيها جملة واحدة ممكن تقلب حياتك لكابوس، إنها إنذار بالدخول في الطاعة. الكلمة نفسها تقيلة ومرعبة. يعني إيه طاعة؟ يعني هرجع غصب عني؟ يعني لو ما رجعتش هبقى ناشز واترمي في الشارع؟ أسئلة كتير بتدور في دماغ أي ست بتتحط في الموقف ده. وعشان نجاوب على الأسئلة دي معانا النهاردة المحامي الرقمي الخاص بمكتب الأستاذ أحمد طه للمحاماة والاستشارات القانونية، وهو عقل قانوني مبرمج على أحدث التشريعات وأحكام النقد المصرية. خلونا نرحب بالمحامي الرقمي اللي هيكلمنا بناء على أحدث قوانين الأحوال الشخصية وأحكام النقد. نورنا يا متر. أهلا بك يا أستاذة مروة، وأهلا بكل مستمعي البودكاست. الحقيقة إن وصفك دقيق جدا. إنذار الطاعة هو فعلا اللحظة اللي بتتحول فيها الخلافات الزوجية العادية لمسار قانوني حاسم. لكن خليني أبدأ بجملة تطمن كل اللي بيسمعونا. إنذار الطاعة مش حكم بالإعدام، ولا هو نهاية المطاف، بل هو مجرد إجراء قانوني، ورقة بيلعب بيها الزوج، وإحنا هنا عشان نعلمك إزاي تردي الضربة دي بالقانون وتحولي الورقة دي من تهديد ليكي لمستند نصر ليكي في المحكمة. كلام يطمن فعلا، بس خلينا نمشي خطوة خطوة. الأول خلينا نفهم إيه قصة الإنذار ده، وهو ليه الزوج يبعت ورقة بالشكل ده؟ هل هو حب لزوجته وعايزها ترجع، ولا لعبة قانونية، ولا ضغط نفسي، ولا إيه بالظبط؟ بكل بساطة